مرحبا بكم في فيديو جديد على لو كور Introduction Sciences de Gestion. غادي نشوفوا في هذه الحصه l'école des systèmes sociaux. L'école classique et l'école des relations humaines كيعتبروا l'entreprise un système fermé ما عنده حتى علاقه مع مختلف مكونات l'environnement. هذه النظره تعرضت لمجموعه من الانتقادات خصوصا وان الواقع ديال الشركات تبدل بشكل كبير على الوقت اللي بانوا فيه لي دو زيكول اللي هضرنا عليهم. حاليا الشركات ولاو منفتحين على l'environnement ديالهم وكيأثروا فيه وكيتأثروا به. غادي نشوفوا 3 courants في هذه l'école اللي هما la théorie socio-économique, la théorie comportementale de la firme et la théorie de la décision. نبداو بلا théorie socio-technique اللي عندها 2 fondateurs اللي هما Emery et Trist. الفكرة الأساسية اللي جابوه هي أن النجاح ديال أي شركة كيعتمد على دمج الجوانب التقنية والاجتماعية بشكل مستمر، يعني خاص الاستعانة في نفس الوقت بلي بروسيدور والأدوات اللي غتمكن الشركة من الإنتاج، وأيضا العلاقات الاجتماعية بين العمال حيث هما العنصر الأهم اللي بلا به ما يمكنش يكون نشاط تجاري. كما قلنا في بداية الفيديو، هاد ليكول جات كجواب على النواقص اللي كانوا في ليكول كلاسيك و ليكول دي غولاسيون هيومان. الخطأ الرئيسي اللي طاحت في هاد الأخيرة هو أنها ما انتقدتش تنظيم العمل اللي اقترحه تايلور، بحيث بقات محدودة غير في العلاقات الاجتماعية داخل الشركات بلا ما تهتم بطرق تقسيم إنتاج العمل داخل هذه الشركات. الاتجاه الإضافة الكبيرة اللي جابتها ليكول سوسيو تكنيك هو أنه يمكن تحسين العلاقات الإنسانية داخل الشركة، ولكن إلا ما بدلناش تنظيم العمل فراه غتبقى المشكلة موجودة دائما. لذلك ضروري يكونوا النظام التقني والنظام الاجتماعي بجوج. بعد التطبيق ديال هاد الافكار في واحد المنجم ديال الفحم من طرف المؤسسين ديال ليكول سوسيو تكنيك، ايميري و تريست خرجوا بالنتائج التاليه. اولا، عدد الحوادث نقص. ثانيا، انخفاض معدل تغيير العمال، اي نقص العدد ديال العمال اللي كيخرجوا من العمل في المنجم. ثالثا، الغياب والتاخر ديال العمال نقص. ورابعا، ارتفاع الانتاجيه. ندوزو دابا لا تيوري كومبورتمونتال. المؤسسين ديالها هما سيير تيمارش. الفكرة الأساسية اللي جابوه هي أن لونتربريز عبارة على مجموعات عندهم أهداف مختلفة رغم أن عندهم المصلحة باش يتعاونوا. لونتربريز هي إذن اون اورغانيزاسيون كومبلكس معقدة كتميز بدوافع متعددة وبعض المرات متناقضة. هاد لا تيوري عندها مجموعة من الركائز. أولا، كل انتربريز فيها دي كواليسيون، أي أنها فيها مجموعات مصغرة كتدافع على المصالح ديالها وكتحاول تاخذ جزء من القيمة المضافة ديال الشركة. هادشي كيتسمى في لونغاج دو مانجمنت لو سلاك اورغانيزاسيونيل. تحديد الأهداف كيحددوا ميزان القوة بين لي ديفيرونت كواليسيون اللي كاينين داخل الشركة. ثانيا، لا كازي ريزولوسيون دي بروبليم. كل واحدة داخل الشركة خاصها تحل المشاكل ديالها بلا ما ترجع للإدارة. هادشي غيمكن دو ريزودغ لي بروبليم كومبلكس، يعني المشاكل المعقدة ترافير لور ديكوباج، يعني التقسيم ديالهم اون سو بروبليم. ثالثا، ليليميناسيون ديال لانسيرتيتود. خاص لونتربريز تخدم في اتجاه ازاله الضبابيه عدم الوضوح اللي كيبانوا خطوه بخطوه، وبلا ما تكون حتى استباقيه او خطه متوسطه او طويله الامد. ممكن الشركه تحقق هذا الشيء عن طريق التفاوض مع سون انفيرونمون. لا ريشيرش لا بروبليماتيك. خاص تعميق دراسه المشاكل اللي كاينين داخل الشركه من اجل الوصول لاحسن الحلول اللي كيضمنوا l'efficacité, l'efficience et la pertinence. l'apprentissage انطلاق من التجارب ديالها ومع مرور الوقت الشركة كتتعلم وكتأقلم أكثر مع التغيرات د l'environnement ديالها. دابا ندوزو لا تيوري دو لا ديسيزيون. المؤسس ديالها هو هيربير سايمون. الفكرة الأساسية اللي جاب هو أن لي ديسيدور أو سان لونتربريز عندهم اون راسيوناليتي ليميتي، بمعنى أن القدرات ديالهم في معالجة المعلومات واتخاذ القرارات كتبقى محدودة بسبب عدم الحصول أو بسبب عدم القدرة على الحصول على كل المعلومات وبسبب محدودية الوقت. في هذا الإطار المسؤولين على الشركة كيتخذوا قرارات مرضية بلا ما تكون الأحسن للأسباب اللي ذكرنا. سايمون حدد 3 ديال المراحل في البروسيسوس ديسيزيونيل معروفة ب EMC. E كتعني intelligence، M كتعني modélisation و C كتعني choix. نبداو بالانتيليجنس، هي la perception et l'identification du problème، يعني دراسة l'environnement de la décision إدراك وتحديد المشكلة. Modélisation, cette phase consiste à trouver l'ensemble des modes d'action possibles، يعني إيجاد جميع الحلول الممكنة. Ou dernièrement, le choix, il faut sélectionner une décision parmi l'ensemble des alternatives، يعني اختيار أحسن décision من بين الحلول الممكنة. سايمون كيفرق بين 2 أنواع ديال القرارات،
les décisions programmables et les décisions non programmables. الأولى متكررة وما كتحتاجش للتعديل، والثانية استثنائية حيث كيتاخد فيها الفرد قرار في لحظة معينة وما كيكونوش اختيارات قابلة لإعادة التطبيق على نفس النحو، حيث الظروف ما غتكونش بالضرورة هي نفسها. باش نلخصو ليكول دي سيستيم سوسيو ممكن نقولو بلي لونتربريز هي واحد النظام اجتماعي فين كاين مجموعات مختلفة كتفاعل بيناتها، كاين صراعات بين أفراد ومجموعات عندها دوافع مختلفة، علاقات مع المحيط ضرورية، وفين كاين أشكال جديدة ديال تنظيم العمل مبنية على بوليفالونس لوتونومي et le travail en groupe، يعني العمل في المجموعة. حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنساوش تتبعوا الحساب ديالي على الانستغرام فين كنشارك معلومات ونصائح مفيدة.